السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ حكايتنا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بطل الحكاية النهاردة راجل مش ست زي كل مرة، ده قصة راجل عرفنا بحكايته حكاية لها العجب. بيقول أنا متجوز بقالي سنة ونص بالظبط من بنت جميلة جدا جدا. اتجوزتها جواز صالونات، قرايبي اختاروها لي زي ما هم عايزين. أنا كنت بسافر في الوقت ده واتصلت على قرايبي وقلت لهم انا نازل عشان اخطب ونازل اجازة قصيرة مش كبيرة، يعني شهرين وهمشي تاني وارجع يعني الغربة من جديد. هما رشحولي اكتر من واحدة لغاية ما عيني جت على صورة من الصور اللي بعتنها وعجبتني جدا. بنت كانت في الجامعة مخلصة يا دوبك بكالوريوس تجارة 4 سنين. المهم انا لما شفت صورتها قلت لهم ايوه هي دي مناسبة ليا، وانا بيني وبينها 3 سنين يبقى كده تمام تمام. المهم نزلت وخطبتها، ويعني خطبتها وقلت لهم قدامي سنة ارجع فيها وانزل على الجواز بالظبط. وافقوا بالموضوع ورحبوا، والحمد لله تمت الخطوبة على اكمل وجه، وسافرت وجينا وجهزنا واتجوزنا، وكانت بالنسبة لي احلى زوجة. فوجئت وانا متجوزها ان هي دايما مشغولة عني، بحس ان هي مش معايا. يعني انا اول مرة مني سافرت وخطبتها مفيش بيني وبينها معاملة عن قرب، كان اكتر كلامنا رسايل مكالمات، بعد مرة كده فيديو، زي علاقة خطيب بخطيبته، لان احنا نظامنا في بلدنا ما بنكتبش الكتاب الا قبل الفرح ب4 ايام او 5 ايام. فكانت دايما اقول لها كلميني فيديو، كان نادرا لما كانت بتوافقني. فكانت اكتر علاقتنا ببعض كانت عبارة عن الشات، بس مكالمات شات يعني محادثات كتابية. اول ما اتجوزنا بقيت حاسس ان هي دماغها مش معايا، مش مركزة معايا، حاسس ان هي مش عارف، انا حاسس ان هي متغيرة. إيه يعني انا بحبها بس هي مش بتميل بنفس الاحساس اللي انا بوصله لها، يعني مش موصله لي الحب والاهتمام. بقيت اقول لها انت مالك، انت مش مقتنعة بيا، انا مش عاجبك، انت حاسه ان انت في عالم غير العالم. ساعات بحس ان انت دماغك مشغوله، ساعات بحس ان انت سرحانه كتير، في ايه بالظبط؟ المهم قالت لي لا عادي، بس يمكنك من احنا لسه متجوزين جديد ومش واخدين على بعض وبتحرج منك. قلت مبرر مقنع ان هي ممكن تكون فعلا عشان برضو احنا ما عشناش عن قرب وطول عمري، يعني في الوقت اللي انا خطبتها فيه السنه اللي انا قعدت فيها كنت مسافر وجينا على جواز على طول. يعني ممكن تكون بتتكسف مني، بتتحرج مني، ما انا لسه برضو وجه جديد عليها ولسه ما خدناش على بعض. فوافقتها في المبرر ده، وساعتها قلبي ارتاح واطمن، انا خفت لا تكون هي مغصوبه عليا. المهم برضو بحس ان انا كل ما احاول اقرب منها هي برضو مش يعني مش مياله ليا، ما عندهاش ميول كده، احساسها مش واصل لي، يعني حاسس ان انا اللي بحاول ان انا ارضيها وهي مش بترضيني، هي مش معايا اصلا. بحس ان هي دايما محروجه مني، حاسس ان هي بيني وبينها جفا. قلت لها طب خلاص ايه رايك نغير جو ونروح اسبوع كده شرم ولا حاجه نغير جو؟ قالت لي زي هنا زي شرم كله محصل بعض زي ما انت عايز. المهم خدت حجزت اسبوع في شرم وخدتها معايا، قلت يمكن لما نبعد عن عتبة البيت تكون يعني تاخد عليا وغير مودها كده وغير جوها، يمكن ايه تبقى كويسة معايا. المهم اخدتها شرم اسبوع وحاولت ان انا اتكلم معاها واقرب منها، برضه مفيش من ناحيتها اي تغيير. قلت خلاص تمام. المهم رجعنا بعد اسبوع شرم لشقة الزوجية تاني، لشقة الزوجية، وقعدنا مع بعض وحاولت ان انا برضو ابقى انا اللي اتدلل عليها وانا اللي ادلع وانا اللي هنن واقول ايه لغاية ما تتعود عليا. المهم انا كنت واخد اجازة الزواج 6 شهور، عدى منهم شهر بالظبط، شهر في شهر وهي برضو يعني احس ان هي زي ما يكون بتقوم بالواجبات، بس يعني كأنه درس وبتسمعه كده، مفيش من ناحيتها تجاوب معايا ولا فرحة العروسة كده بلهفتها على عريسها، ولا الميول ده كله، رغم ان هي تفوق الجمال، يعني جميلة بمعنى جميلة. وانا الحمد لله مش وحش، انا برضو جميل وكويس واسلوبي حلو ومش بخيل عليها في حاجة، بس برضو حسيت ان هي من جواها جافة ليا كده، مش حاسس ان هي بتحبني. عدى 3 شهور من جوازنا
قلت لها يا بنت الناس، انا ما عادش قدام الا 3 شهور وهسافر تاني على مارست اموري وابعتلك اقامه تيجي تقعدي معايا في الخارج. قالت لي ما انا كويسه معاك. قلت لها بس انا حاسه ان انت مش مبسوطه معايا، مش مرتاحه معايا، حاسه ان انت دايما سرحانه، دايما دبلانه، دايما زعلانه، انت فيكي ايه بالظبط؟ قالت له مفيش حاجه. في مره لقيتها عماله ماسكه التليفون وعماله تكتب رسايل. قلت لها بتكلمي مين؟ قالت لي بكلم واحده صاحبتي بتطمن عليا، وانا بطمنها عليا، وهي دي صاحبتي من ايام ما كنا في الجامعه. قلت لها تمام مفيش اي مشكله، براحتك يا حبيبتي، ولو عايزه تكلميها يعني صوت او تراسليها براحتك، انا ما اقدرش امنعك، الزماله لها حقوق برضه. ووافقتها عادي. المهم برضو اجي بعد فترات كده الاقيها ماسكه التليفون وبتراسل. مين؟ تقول لي برضو هي صاحبتي. اقول تمام. لغايه ما في مره كانت نايمه وجيت ابص لقيت في اشعارات رسايل بتيجي كده، بقراها من بره. يعني حسيت ان ديت مش اسلوب بنت اللي بتكلمها. كانت بالنسبه لي صدمه عمري وصدمه حياتي. يا ترى دي مين؟ وعامله باسورد مش عارفه افتحه ومش عايزه احط لها اي شكوك من ناحيتي، عشان برضو هي لسه عروسه وخايفه اظلمها. المهم حاولت ان انا افتح تليفونها باي رمز باي كده، معرفتش. سبتها وقلت خليها براحتها برضو، لغايه كل حاجه لها وقتها وهتبان. لغايه ما في يوم طلعت بره، سهرت بره مع اصحابي ورجعت لقيتها عماله تراسل في التليفون وتبعت محادثات صوتيه، يعني تعمل ريكوردات كده وتبعتها بصوتها. قمت شادد منها التليفون. وكانت الصدمة الكبيرة في حياتي لما شفت الرسايل بعيني. قلت يا ريتني كنت عميت وما شفتها، يا ريتني كنت عميت وما شفتش اللي انا شفته. صدمة عمري كلها في اللحظة دي. انا كنت حاسس ان دماغي هتنفجر من كتر الصدمة. بعد اذنكم حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، الموضوع لسه شيق. قلت لها ده مين وده وايه الرسائل الصوتية ديت، الكلام ده كله لمين؟ فوجئت ان في الاول وفي الاخر اللي عمري ما كنت اتوقعه ولا اتخيله في حياتي ابدا، لقيتها بتلاغي اخويا اللي اصغر مني، بتحب اخويا وبيراسلوا بعض رسايل، يعني 2 عاشقين بعض، يعني بيتكلموا في كل حاجة. انا منكرش ان انا اتجوزت مراتي، كانت اول انسان يرتبط بيها هو انا، ما كانش في حد غيري لمسها، بس هي من الرسائل والمحادثات والريكوردات الصوتي والرسائل الصوتية انا لقيت نفسي زي لما هيجيلي غيبوبة، حاسه ان انا دماغي هتنفجر مني، عايزه اقتلها واقتل نفسي. قلت لها يا اخويا رسائله دي بتعمل عندك ايه، ورقمه معاكي ليه، وايه الكلام ده، وتعرفيه من امتى؟ قالت لي مفيش، وبدأت تتلجلج. قلت لها كلميني، وبدأت افتح في الرسائل وارجع للقديم، ارجع بالمحادثات، انزل 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 لغاية رسائل يمكن بقالها سنة كاملة. يعني انا خاطبها وهي لسه بتراسل اخويا، واللي اكتشفته بعدها صدمة عمري ان هي كانت بتحب اخويا وبيحبها من قبل ما اخطبها. طب ما خطبتهاش ليه مادام انت عايزها؟ طب بتخونيني مع اخويا ليه، ما كنتش توافقي بيا؟ طب انت اتخطبت لاخويا ليه مادام انت اتخطبتي لي ليه واتجوزتيني ليه مادام انت عايزاه؟ انا كنت مسافر ما فرضتش عليكي نفسي، وافقتوا ليه؟ المهم قلت لها انت ما تقعديش على ذمتي نهائي، انت ما عدتيش تلزميني، وانا اخويا هعرف ازاي اقطعه واربيه. المهم سبت لها البيت ونزلت تحت، اخويا قاعد في الدور الارضي هو ووالدتي ووالدي. ناديت عليه، بقيت من الغم والحزن والقهر مش عارف اقول له ايه، بقيت حاسس بخنقه. احكي له ايه عن اللي انا شفته؟ اصغر بنفسي واحسسه ان انت خنتني وخنت اخوك وغدرت بيا مع مراتي، ولا اسكت واكتم في قلبي واطلقها وارميها في الزباله، والله يسهلها مطرح ما جت تغور في 60 داهيه وتولع وهو يولع واقطع العلاقه. مش قادره اواجهه، مش قادره، يعني من كتر النار اللي جوايا
مش عارفه اقول له ايه. ما هو لو بيعاكسها وهي ما بتردش كنت رحت لطشته قلمان وقلت له انت مش اخويا ولا عايز اعرفك. ما هي لو هي اللي بتكلمه بيقول لها عيب ما يصحش، انت مرات اخويا ما ينفعش منك كده، وطلعت انسانه قذره ومش كويسه، كانت برضو طلقتها وكسبت اخويا. لكن الاتنين متفقين ومتفاهمين كانهم بينهم وبين بعض علاقه حب من الارض للسما، كأن انا ضيف شرف. انتوا بتستغفلوني، انتوا بتستغفلوني وعايشين مع بعض. ومن قرايتي في الرسائل تتخيلوا بتقول له ايه وهو بيرد عليها بايه. بتقول له انا بشكر الظروف اللي جمعتنا وقربتنا من بعض، على قد ما كنت انا زعلانه ان انا هتجوز اخوك، على قد ما انا مبسوطه ان هو قرب المسافات بينا وبشوفك في كل وقت وبشوفك في كل دقيقه وكل ثانيه قدامي. يكفي بس ان انا اعيش وابقى شايفاك بعينيا ليل ونهار، يكفي ان البيت جمعنا سوا. انتوا مستنيين ايه تاني؟ الرسائل اللي اتكتبت كلها ما تدلش ان في علاقة حصلت بينهم وبين بعض بصراحة، بس الكلام كان اقوى من العمايل. الكلام اللي كاتبينه لبعض اقوى من الفعل. انتوا لسه هتعملوا ايه؟ هتستغفلوني وتوصلوا لايه؟ انا ما بقتش عارفة اعمل ايه. المهم انا ضربتها بصراحة وجيت عليها وضربتها لانها هي في حكم ايدي، لكن انا مش عارفة اواجهه. هفضح نفسي معاه، هصغر بعيني معاه، هنقتل بعض عشان واحدة؟ طب انا هقول لقرايبي ايه؟ امي اللي عندها السكر وعندها الضغط اقول لها ايه؟ ابويا اللي ربنا وكبرنا وعمل لنا بيتنا ووقف جنبنا واحنا بالنسبه له الظهر والسند بعد ربنا، هكسر عيني يعني اواجه قال ازاي؟ ده اخويا اللي جارحني واخويا اللي كشف عرضي واخويا اللي كشف وضعي. طب اعمل ايه؟ اخر ما زهقت ضربتها وغضبتها بعد 3 شهور جواز. هي بتستسمحني وبتطلب مني المعذرة والمغفرة وارجع تاني واعيش لك خدامة، وانا عمري ما هكلم اخوك ده تاني، واعمل فيا اللي تعمل لي اللي انت عايزه، اعمل فيا اللي انت اعمل فيا اللي انت عايزه، بس ما تفضحنيش وما تحكيش اللي حصل ده لقرايبي ممكن يقتلوني وهتبقى فيها فضيحة كبيرة. طبعا انا هحكي لقرايبها اقول لهم ايه؟ اقول لهم اخويا اللي انا يعني ايه ان امي وابويا اللي من دمي ولحمي بيخوني مع مراتي؟ ولا اقول ايه؟ ما المشكله ان انا باجي اضربها بتيجي في ظهري لان هو اخويا، وقدام الناس هتبقى كسرة عيني ان اخويا يطلع وحش وهنتعرى قدام الناس. بس انا بسألكوا اعمل ايه؟ طبعا صاحب الحكايه لما حكالي الموضوع ده كله قلت له طلقها واخلص منها وابعد عنها نهائيا، واخوك الله يسهل له، انت ليك حياتك هو لا حياته، وحاول ان انت لو ارتبطت بواحدة تانية انت بتسافر ربنا عطيك اشتري بيت بعيد او شقة تمليك، ما تحاولش بعد كده تقرب يعني مراتك اللي هتتجوزها لاخوك ما عادش تأمن له بعد اللي حصل. حلها ان انت تطلقها، ما تجيبش النار جنب البنزين، ما عادش ينفع ان هي تعيش في حياتك تاني مادام بصت لاخوك. اصل لو واحد غريب ممكن تغفر لها وتسامحها لان هيبقى غريب بينك وبينه سد، لكن اخوك في الراحه وفي الجايه هيبقى قدامها. اذا كانت هي خانتك وكلمته وهي لسه عروسه ومعاك، اما هتامن ازاي لما تسافر وتسيبها لوحدها؟ انت برضو طول ما هو قدامك واخوك قدامك، حتى لو هي برضو رجعت وبقت كويسه والتزمت، انت الشكوك والشيطان هيتدخل بينكم، وبدل ما هتضربها ممكن توصل لا قدر الله للقتل، وممكن يكون شك بدون اي دليل. فعشان ترتاح قول لها يا بنت الحلال الله يسهل لك، وانا مش جايب سيره الموضوع ده ومش هتكلم في اي حاجه ولا هجيب سيرتك ولا هجيب سيره اخويا، وانت ما تجيبيش سيرتك وتفضحي نفسك، وانا اطلقك والله يسهل لك ويستر عليك ويستر عليا، ويبدا حياه نظيفه مع انسانه نظيفه. صاحب الحكايه فعلا يعني موضوع بالنسبه له صعب، ازاي اخوه ابن امه وابوه يخونه ومع اقرب واحده ليه مراته؟ ما كنت عايزه كنت رحت يا عم اتقدمت لها وكنت خدتها. لو قرايبك كانوا مرشحين العروسه دي لاخوك كانت تقول لهم بلاش منها انا عيني منها، ما هم اللي مرشحين وهم اللي جايبين العروسه وهم اللي باعتين الصور، كانت تقول لهم لا ده خط احمر انا عايزها. ما حدش كان يوقف لك لان اخوك ما كانش بيحبها ولا عارفها، ده متجوزها جواز صالونات، كانت انت اولى بيها مادام انت بتحبها. لكن مستني لما تبقى في ايد اخوك وتمد ايدك على حاجه مش بتاعتك وتحط عينك في عين حاجه انت ملكش فيها حق. الخيانه بمجرد نظره العين بتعتبر خيانه. انت خنت اخوك وكسرت خاطره وظلمت نفسك وظلمت اخوك معاك، حتى لو انت كنت بتحبها واخوك خدها وهي عارفه كده،
كان ما ينفعش ان انت تقرب منها تاني، خلاص كانت انتهت. الحاجة اللي تبقى في ايد غيرك وما تبقاش ليك ما كانتش ليك من البداية. بلاش كانت تبص لها، بلاش تجرح اخوك، بلاش ان انت تصدم اخوك وتعقده. فكان الموضوع صعب جدا جدا لصاحب الحكاية، الله يعينه يا رب. بس والله انا قلت له الحل ان انت تسيبها وتطلقها وربنا يسهل لها، احسن ما يبقى بينك وبين اخوك شكوك بعد كده، ممكن لا قدر الله توصل للقتل او للدم. بلاش ان انت تقرب البنزين جنب النار، لان طبعا هما في بيت واحد، ومراتك اكيد غصب عنها هتبقى قدامه في اي مكان لاي سبب كان، لان اخوك يعني هيبقى عم ولادك. فما ينفعش، وكويس ان هي بانت خيانتها بدري بدري قبل ما ترتبط بها بعيل. ولو كنت صدقني اكتشفت الموضوع ده وهي مخلفه عيل، كان ممكن تشك في الابن اللي هي اللي خلفته منك، يا ترى ابني ولا يا ترى ابن مين. فالحمد لله ان هي جت من قصرها، وان انت كنت مجوزه جواز صالونات، يعني لسه برضو القلب ما مالش قوي. فالله يسهل لها، سيبها وتعيش حياتها وانت عيش حياتك، والله يستر عليها ويستر عليك. طبعا انتوا اكتبوا لنا في التعليقات يعمل ايه، لان هو برضو مستني التعليقات عشان خاطر يمشي على بينه ويعرف يحدد مصيره. طبعا ودي كانت حكايتنا النهارده. ما تنسوناش في الاشتراك والدعم وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وانتظرونا في حكايات كتيرة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.